هذا وتراجعت الحكومة عن قرار فصل النساء عن الرجال في صحن الجامع الأموي. مش قد خبر حلو؟ عقبال إن شاء الله ما تتراجع عن قرارات تانية مثل موضوع البواب وغيره. الشاهد في الموضوع إنه الحكومة نفسها يا جماعة والسلطة عم تستجيب لمطالب الشعب، عم تستجيب للأثر الرجعي والمطالب اللي عم تحكي والانتقادات اللي عم يحكوا فيها الشعب. ليش منخاف من الانتقاد؟ ليش منخاف من النقد؟ التقديس هو اللي بيخوف، على العكس تماما. التقديس يصنع الاستبداد، وما صنع الاستبداد بدون ما كان في تطبيل، وإنه السلطة نبي لا يمكن انتقاده. وفي شغلة كتير مهمة، إنه السلطة ليست الثورة، بالتالي هي ليست مقدسة. مو كل ما واحد حكى كلمة طالعوا كرت الثورة. ديروا بالكم، مشان نبني دولة صح لازم ننتقد، دولة بتسمع، بتستجيب، ترجع عن قرارات، بتخذ قرارات. هذا الشيء الصحي الطبيعي. والفتنجي فتنجي بيبين من عينه